بحمد خير الوارثين أبتدي وبالسراج النبوي أهتدي محمد وصحبه من بعده وراثه في علمه وزهده صلى عليه الله من بدر أضاء وخص شهب الهدي منهم بالرضا وبعد فالحض على الفرائض وعلمها في الدين غير غامض وحبذا الخلاصة الأوسية في جمعها البسائط الإرثية وإن بعض الطالبين راما تسهيل حفظها له انتظاما وقد أجبت قصيرا معترفا وقلت والله ولي وكفى ذكور أهل الإرث فيما اعتمدا 20 والإناث 10 عددا ففي الذكور الأب بالكتاب نصا ولا يسقط بالحجاب و40 حالته إن ينفرد فهو بتعصيب الجميع مستبد أو مع ذي فرض سوى جنس ابنة أو جنس بنت ابن فبالبقية أو مع مستثنى فسدس واجبه فرضا وما يفضل فهو عصبه أو مع جنس ابن أو ابنه فله السدس فرضا وكفى في المسألة ووالد الوالد سنة وما على فأجمعت عليه العلماء ما لم يقع فصل بأنثى والأب يسقطه كذاك جد أقرب حالته 7 ف4 كما للأب في التقسيم قد تقدم أو مع إخاء قربتين أو لأب فالثلث إن لم يرجح القسم وجب أو مع صنف منهما ومع ذي فرض فما استرجحه فليأخذ سدس الجميع ثلث البقية قسمتها إلا في الأكدارية أو مع كلا الصنفين إذ قد احتسب صنف شقيق منهما بمن لأب فالنقص في القسم والابن بالكتاب حالته 6 وما له انحجاب الجمع في انفراده للمال والقسم بالمثل مع الأمثال وقسمه تفاضلا مع الإناث وفي المباقى بعد ذي الفرض الثلاث ومثله ابن الابن في حالته واعتمد الإجماع في إثباته وحجبه بابن أو ابن على عنه أو الفرض إذا ما استأصل وهكذا أخ لأم ولأب في الصور 6 وبالذكر وجب وزاد حالا 7 بالشركة لإخوة للأم في المشتركة واحجبه بالفرض الذي يستغرق أو واحد من الأولى قد سبقوا إلا مع الجد ففي المماثلة بالمالكية تقضي بالإسقاط له والأخ للوالد في التوريث أثبت بالإجماع والحديث وبالشقيق حجبه كذلك بالجد في التي انتمت لمالك والجنس من شقيقة إن صاحبه جنس ابنة أو ابنة ابن حجب حالته كالابن ثم زاد 7 لخصتها انتقادا وذاك ما يبقى بحيث الجد مع شقيقة به تعتد وبهما ابن الأخ ممن قد مضى والأخ للوالد حاجبه اقتضى كذا بجد أو بأخت لأبي عصبة أو بابن صنو أقرب والعم وابن العم أيضا بهما وصنو جد وابنه مثلهما وارث كل واحد من هؤلاء يسقطه من قبله على الولا والقربتان تسقطان القربة من كلهم عند استواء الرتبة وراعي كل ابن مضى إلى انسفال حكما وأسقط سافلا منهم بعال وكل من يحجبه ذو حاجب فالحجب بالأول فيه واجب وكل واحد من 10 قد تعين المال له إذا انفرد والقسم في التعداد بالسوية والحالتان إن تكن بقية والأخ للأم اتفاقا بالكتاب يسقطه حجبا عمود الانتساب وفرضه السدس في الانفراد والقسم في الثلث مع التعداد وحكم ذا التعدد المذكور
النور تسوية الإناث بالذكور، والزوج بالنص من القرآن دون سقوط وله حالان. النصف إن لم يكن في الإرث ولد أو ولد ابن ما توالى واضطرد، ومعه الربع ومولى النعمة أثبت في ميراثه بالسنة. وحجبه عن جملة الإرث يجب بابن أخي الجد ومن به حجب، ومثله مولى الولا فيما به خصص لكن زده في حجابه. حالة الاثنين كعم واقصدي نسبة الاشتراك في التعدد، والأم بالقرآن أول الإناث لها ولا تسقط حالة ثلاث، فإن تكن مع ابن أو مع بنت أو زايد على أخ أو أخت أو ولد ابن من انتهى فإرثها سدس، وإلا فيوفى ثلثها. وثلث باق مع غراوين حيث أب وأحد الزوجين، وأم الأم سنة وإن علت فأجمعوا ما لم تكن قد فصلت بذكر وأسقطتها حجبا الأم والأقعد منها قربا. والجدة الأخرى بإجماع النظر وإن علت ما لم يقع فصل ذكر، وأسقطوا تورثها بالأبوين كذاك بالقربى من الناحيتين. والسدس للثنتين إن تجتمعا ومن تفردت حواته أجمعا. والبنت دون مسقط بالذكر واقضي لها إن تنفرد بالشطر. وقسمة الثلثين في المماثلة وقسمة الأبناء بالمفاضلة. وبنت الابن ورثت بالسنة وأسقطت بابن وما فوق ابنه، لكن لها تفاضل فيما فضل مع ذكر عن قدره لم تنسفل. وأجمعوا على ابنة ابن سفلا وزيد في إسقاطها ابن على كذاك بنت ابن على فأكثرا، واستثني مثل ما في الأولى قررا. كلتاهما تتبع في الميراث البنت في حالتها الثلاث، ومعها أو مع بنت ابن على زد سدسا للثلثين مكملا. والإرث وحيا للشقيقات يجب وهي بحجة بالشقيق تنحجب، لكنها في الفرض حيث استولى تدخل مع غير البنات عولا. حالتها كالبنت فيما فرضا إلا مع الجد فحكمها مضى. وزد لها التعصيب حالا بعد ذاك وفي الحمارية زد بالاشتراك. وراعي أختا لأب إجماعا ومسقط الأولى هنا مراعا. كذا شقيق أو شقيقة غدت تعصب لا عصب بل تعددت، لكن لها مع أخيها الشركة تفاضلا وانقص لها المشتركة. من صور الأولى وزيدها حالتين سدسا مع الأولى تمام الثلثين، ومعها من بعد أخذ نصفها ما يفضل العد لها مع صنفها. والأخت للأم غدت في كل حال كالأخ للأم مثالا بمثال. والقول في الزوجة كالزوج سوى حاليه والجمع والإفراد سوا. ونصف ما للزوج في حاليه لها فقس تمثيلها عليه. ومثل مولى نعمة مولتها مثبتها مسقطها حالتها. فهذه الحالات باستقصى البيان 60 في 2 وبعدها 2. والأنصباء ألقابها المقدرة وما سواها 15، وهي جميع المال قاسم المال على تفاضل أو اعتدال. جميع ما عن الفروض قد بقي القسم فيه مثل قاسم الأسبق. ثلثه الأرجح من حظين ومن 3 وزيد ثلثين. ثم نصف ثلث ربع سدس ثمن فحاصل أيها الحبر الندس. وها هنا أتممت ما قصدت وقد وفيت بالذي وعدت. أرجوزة ثنيت من شطورها فرق مثنى السلك من سطورها. وعدها المزدوج النظام عد فتاة الحي للحمام. لخصتها خلاصة للباحثين عن حصر حالة جميع الوارثين. تابعت فيها الأصل
إلا بعضه مما اقتضى النقد عليه نقضه. وربما جاوز فرع أصلا لكنما السابق حاز الخصلا. وإن قصد صفح من تصفحه وما رآه من فساد أصلحه. فالنظم لا يخفى على ذي الفهم مضيقه لا سيما في العلم. والحمد في ختم وفي ابتداء لله أهل الحمد والثناء. والصلوات الواكفات السحب على النبي المصطفى والصحب. ما مدت الآمال راحتيها لوارثي الأرض ومن عليها.